السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة وأحسن حال. اذكروا الله لا إله إلا الله، وصلوا على النبي حبايبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، أمين يا رب العالمين. بشكركم على كل الكومنتات الحلوة اللي كتبتوها لي في الفيديو اللي عدى. بشكركم على الدعوات الطيبة اللي دعتوها لأخويا بالرحمة. ربنا يا رب يجازيكم كل خير ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء. وبفرح والله العظيم الكومنتات الحلوة دي اللي بتكتبوها لي. تعالوا كده نعمل كده أكلة بسيطة كده من أكلات أم محمد البسيطة. طبعا أنا جبت فرخة بلدي من الفراخ اللي عندي. الفراخ البلدي اللي فوق اللي هي بتبيض، ذبحت قلت ايه بقى. هما والله نافعيني كده بيوريني البيض وكده، بس ايه قلت بقى يلا زي بعض مش مشكلة. زي ما انتوا عارفين الأيام يوم كده ويوم كده، عمر الدنيا طبعا بتدي الواحد يعني ايه، والشهر على طول يوم كده ويوم كده، والحمد لله ماشية ماشية بفضله الحمد لله. رحت بقى جبت يا حبيبي فرخة من فوق كده وذبحتها، بس كنت والله وانا بعملها خايفة ان ابن سيف يجي يرجع من المدرسة يلاقيني ذابحة حاجة من الفراخ. لان انا بعد ما عملتها يعني وانا بعملها قلت هقول له بقى ان انا ايه، اشتريتها من الراجل اللي بره ما ذبحت. لان طبعا زي ما انتوا عارفين ولاد ما بيحبونيش اذبح اي حاجة من عايزين ان انا اربي الطيور بس كده للزينة مش للذبيح او ياكلوا منها. فطبعا ايه جيت الحق كده اعملها كده وانضفها، قلت عشان ايه قبل ما يجي يشوف الريش بتاعها، لان لو شاف الريش بتاعها مش هيحط الاكل في بقه ولا ياكل. رحت بقى ايه قلت بقى حطيت لها شويه ميه على البوتاجاز وقلت انضفها الريش. طبعا الفراخ البلدي بتبقى محليه زي العسل. وبتبقى سكر كده، لان حاجه مربينا في البيت على ايدينا، بتبقى جميله غير الفراخ طبعا اللي بنشتريها من بره. ريشتها كده، هو تريش الفراخ البلدي سهل خالص، الريش بيطلع بسرعة يعني غير الفراخ البيض. وطبعا عشان نحوش الريش الصغير بيبقى فيها بنشيطها على البوتاجاز الصغير، يعني بنحوش الريش بنشيطها كده على عين البوتاجاز. والله يعني من ساعة والله ما اخويا توفى وانا ماليش نفسي لأي حاجة، ولا يعني كل حاجة ملهاش طعم ولا أي حاجة، ولا نفسي أعمل أي حاجة والله العظيم. من ساعة حتى ما جيت من العزا، والله من العزا اخويا ما رحتش تاني حتى عند امي. والله ما رحت عندها من ساعة ما، لان انا جاي تعبانة والهم ماليني، وبص على طول اخويا في وشي وعلى طول بفتكره طول ما انا قاعدة، على طول يعني فاكراه. فماليش والله نفسي ان انا اعمل اي حاجة. وكمان لما بروح عند امي بتزود همي تاني، تعيط هي يا عيني وتخليني كمان انا اعيط. يعني برضه هي اكتر مني والله العظيم. ربنا يا رب يصبرها. طبعا انتوا عارفين قلب الام ده بالذات كده غير اي حد خالص. فربنا يصبرها يا رب على فراق اخويا، ويعوض لها خير كده باولاد اخويا يا رب ويخليهم طبعا. مش بروح والله العظيم، حتى ما روحتش عندها من ساعة ما كنا في العزا ما روحتش والله العظيم. وابوي يعني رن عليا وكده مش بتيجي ليه يا بنتي، قلت حاضر يا بابا. جه هو اللي سأل عليا يعني. والله ربنا يحفظه يا رب، يحفظ لكم ابهاتكم وامهاتكم، خلي لكم حبايبكم، ما يحرمكوش من حد ابدا يا رب، امين يا رب العالمين. ويكفينا ويكفيكم شر المرض، اهم حاجة المرض ده، وربنا يكفينا شره يا رب. الصحة دي طبعا اعظم نعمة في الدنيا، الواحد ياكلها بملح كده بس يبقى فيه صحة والله العظيم. الحمد لله والشكر لله، اللهم عافينا ببدننا يا رب، الحمد لله والشكر لله. هنا يا حبايبي بقى ايه، رحت بقى طبعا هي الفراخ البلد بتاخد سوا يعني على البوتاجاز لانها بتبقى ناشفه كده. انا طبعا رميت الرجول بتاعتها عشان هي بتبقى ناشفه. لكن احنا عندنا يا حبايبي الرجول بتاعت الفراخ والراس بتاعت الفراخ في مصر بتتاكل، عشان في ناس قبل كده يعني حد كان كاتب لي كومنت كده وما زعلني. يعني هي الفراخ عامه يا حبايبي الروس والرجول بتاعتها بتتاكل. انتوا عارفين ان هي بتتباع عندنا بالكيلو. الرجول والرز دي بتتباع بالكيلو عندنا، اللي عايز كيلو عايز 2 كيلو عند الراجل بتاع الفراخ. في ناس بتاخدها وبتعملها يعني ناس بتعملها وسط الاسبوع كده، مش شرطش ان هي يعني العيشه بتبقى فراخ على طول. يعني بياخدوها مثلا، ممكن ياخدوا شويه رجول على شويه رز من عند الراجل كيلو او 2 كيلو، بيعملوا عليهم شويه ملوخيه وشويه رز للولاد. الناس هنا كده كلنا يعني بنرضى باي حاجه بالموجود، الحمد لله والشكر لله. يعني كلنا بنرضى باللي بيعطيه لنا ربنا الحمد لله. فانا زي ما قلت لكم، بس انا طبعا رجول الفرخه دي رميتها عشان خاطر هي فراخ بلدي ورجولها ناشفه ما فيهاش اي حاجه يعني رميتها. آه، ممكن تكون انتم معظم يعني البلاد اللي بره مش بتاكلوا الرجول ولا الرز بترموها يعني، بس احنا هنا في مصر طبعا ايه بتتعمل.
بس يعني انا حبيتها بس عشان في كومنت جاني قبل كده بسبب ان هي شافت يعني رجول الفرخه والراس رميتها كده في الشوربه. انا حبيت اوريكم بس كده واقول لكم ان هي بتتعمل عندنا والناس بتشتريها وبتعملها عادي، وبيعملوا عليها كمان اكل لاولادهم، رز وملوخيه، بيعملوا عليها شوربه وبياكلوها، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. هنا يا حبيبي بقى قلت بقى الميه بقى عندنا، مش هقول لكم الميه مطفشانه والله، بقى لي 3 ايام، 3 ايام بملى من عند الجيران، ولا السخان شغال ولا الميه عندي شغاله، بقى لي 3 ايام بملى ميه من عند الجيران، معرفش ليه. وتشتغل عند الناس وما بتشتغلش ببيتي، بفضل احول ميه للمسيح من بره، واحول ميه اهو ماليه الجردل ده مصبناه ومنضفاه، بخليه مثلا ايه لشطيف خضار لشطيف رز، لا حط منه شاي اي حاجه يعني. والله العظيم مطفشان الميه يا رب. كده الواحد ربنا يفرش عليه كده ويجيب موتور، الموتور ده نعمه، نعمه في البيت. ولا يعني بص، جنبنا الناس بتغسل كده، تحط الخرطوم ويغسلوا الحصر ويغسلوا السجاد على البلاط، نعمه. والله العظيم ببقى اقول يا بختكم، عقبال عندي يا رب لما يبقى كده عنده موتور كده والله العظيم المية مطفشاني، يعني مطفشانة من المية. وبغسل يعني ممكن باجي من الليل لليل كده بغسل مواعين اصبنها، والهدوم بغسلها وانا كده من الليل لليل وانا قاعدة، عشان خاطر بس المية مطفشاني. والله المنطقة اللي انا قاعدة فيها دي مش عارفة ايه حكاية المية دي، بس يمكن بس حوالينا الناس اول ما النور يطفى الناس مركبة مواتير، اول ما النور يطفى عندنا تروح المية شغالة. الواحد بيبقى نفسه يغسل حصر في النهار، يغسل سجادة، يغسل اي حاجة كده على البلاط، لكن ما فيش مية خالص في البيت، بقالي 3 ايام والله العظيم ومرة في المية دي. ربنا يا رب يفك الأزمة دي على خير يا رب. هنا يا حبايبي بقى قلت بقى اعمل لهم بقى على الفرخة شوية ملوخية حلوين وشوية رز. طبعا انتوا عارفين الشوربة بتاع الفراخ البلدي بتبقى تهون خالص، لان الفراخ البلدي طول ما بتربيها في البيت بتبقى مربية تهون، لان طبعا بنوكلها الاكل البيتي، بنوكلها العيش اللي بيفض من ده بنبله اي حاجه يعني. هم بصراحه البطاط اللي انا جايباهم هم اللي مطفشوني، اللي انا جبتهم دول هم اللي مطفشيني، لان طبعا وهم صغيرين عايزين ياكلوا علف، ف فلازم كده اسسهم بالعلف، وبعدين لما يكبروا ياكلوا بقى ايه اي حاجه، ياكلوا بقى عيش، ياكلوا اي حاجه. ايه رايكم شويه الرز الحلوين دول اللي عملتهم بطريقتكم بقى. انا كنت زمان بحمر رز وبعدين احرم الشعريه، في دلوقتي بعملها ايه، بحمر الشعريه وبعدين برمي على الرز. هو والله الطريقتين حلوين يعني، كده بيبقى حلو كده بيبقى حلو. عملت بقى شويه رز حلوين يا حبايبي، وبقى اقدح كده قدحه الملوخيه. طبعا انا كنت عامله عشاء يا حبايبي، يعني كان بالليل. بتمنى كده يا حبايبي تحطوا لي كومنت حلو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم، ولايك حلو الفيديو. ربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا يا رب، كده زي ما بتجبروا بخاطري وبتفرحوني بلايكاتكم الحلوة. ودعوة كده من قلوبكم كده، دعوة لأم محمد كده في أيام هدية إن ربنا ييسر أمورها، لأني بتفائل كده من دعواتكم، والله بتفائل، بحس إن ربنا كده، بحس إن حياتي ماشية كده بدعواتكم والله العظيم. ربنا بيسر اموري كده لما بتدعوا لي دعوه كده من قلوبكم الطيبه. بتمنى تحطوا لي دعوه كده في الكومنتات كده، ولكم بالمثل طبعا يا حبايبي. دعوه كده تيسر اموري وكده وتطلعني من الهم اللي انا فيه ده والله العظيم. ربنا يا رب يسعدكم جميعا كده ويجازيكم خير، ويخلي لكم اولادكم، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويرزق البنات الحلوه اللي معايا في القناه بالزوج الصالح، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يا رب، ويكفينا ويكفيكم شر المرض يا رب، ويديكم الصحة والعافية امين يا رب العالمين، ويجعل الفرحة والسعادة قدامكم وتحت رجليكم امين يا رب العالمين. رايكم في شوية الملوخية الحلوين دول اهو بقى تحت الملوخية بقى. طبعا انا بسند طول ما بحط ارمي التومة كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان مكة ورانا منتظرين بقى الاكل، ولادي بيفرحوا لما كنا عاملة رز، يموتوا في الرز، اهم حاجة الرز جنب الاكل. حمرت الفرخة يا حبايبي اهي، كانت زي العسل والله، قسمت على العيال وكل واحد خد حتة، وعملت شوية ملوخية وشوية رز. وافتكرت بقى ان احنا مخللين ليمون، بعد ما قعدت اكل رحت قلت بقى ايه ده، في ليمون، راح اجيب طبق ليمون كده جنب الملوخية. الليمون لما خللته جميل في البيت، وقرون الفلفل دي بتتاكل وتبقى زي العسل كده جنب اي اكل يعني. والله كل حاجة بتنفع في البيت. وتعالوا يا حبايبي تعشوا معانا. انا طبعا عملته عشاء عشان طبعا نبقى متجمعين كلنا بالليل كده، ولادي بيكونوا ايه رجعوا من المدرسة وكده.
يلا يا حبيبي اشوفكم على خير ومع الف مليون سلام، مع السلامه.